قدمنا في الفيديو السابق 20 موقف من القرآن الكريم، واللي هو أعظم الكتب السماوية واللي نزل على خير الرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم غادي نكملوا ما تبقى، واللي كنوعدكم أنه غادي تستمتعوا بها وتستافدوا منها في نفس الوقت، خصوصا أنها كتقيس بزاف ديال الأمور اللي حنا في أمس الحاجة ليهم اليوم. على بركة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أسرار السعادة هو القدرة باش تفكر في جوج ديال الأمور مهمين. أول حاجة هي النعم القديمة، وهي الأمور الزوينة اللي حصلتي عليها أو اللي وقعت ليك ولكن نسيتيها. أما الحاجة الثانية فهي النعم الخفية، وكتمثل الأمور الزوينة اللي عندك علاقة بها ولكن ما واعيش بها، إما حيتاش ما عارفهاش أو لو ولفتيها، بحال التنفس مثلا. تخيل معايا وقف غير شي دقائق غادي تكون من عداد الموتى، وربي عطينا 24,000 نفس، يعني 24,000 نعمة. لا إكراه في الدين. اللي كيميز الإنسان على باقي المخلوقات هو حرية الاختيار. كاع المخلوقات كتسبح لله، ولكن الإنسان يعبد الله بعد أن منحه الله القدرة على اختيار المصير ديالو. الآيات القرآنية كثيرة في هذا السياق، من بينها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية الثانية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. كاع هذه الآيات كتأكد بأنه الإنسان مخير في اختيار الدين اللي بغى، ولا أحد عنده الحق يبزز عليه شي دين. وهادشي كيجسد إرادة الله في خلق كائنات تعبده عن اختيار. وإنا له لحافظون. شحال من مرة ختمتي القرآن؟ هو واحد السؤال اللي خاصنا نبدلوه. بشحال من مرة تأثرتي بالقرآن؟ علاقتنا بالقرآن خاصها تتغير، لأنها ما كتجاوزش الحفظ. الهم ديالنا خصو يكون تدبر القرآن وفهم المعاني ديالو. ويكفيك تعرف أن كبار الصحابة كسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ما كانوش حافظين القرآن، ولكن كانوا يتدبرونه وكانوا يفهمون ما جاء في كل آية. وبالوالدين إحسانا. كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شنو السر وراء اقتران العبادة ديال الله بالإحسان للوالدين؟ السر هو أنهم جوج سبب في الخلق ديالنا. الله خلق الكون ودار قوانين كونية، وخلق الإنسان لكينتج بشر آخرين وفقا لقوانين كونية ليوضعها الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. من خلال هذه الآيات كيسلط الكاتب الضوء على أهمية التسليم بالفضل الإلهي في الماكلة ديالنا. رغم التقدم التكنولوجي اللي وصلنا ليه، وكينتقد انفصال الإنسان المعاصر على الطبيعة والأرض في كل ما هو عنده علاقة بالتغذية، وكيتساءل كيفاش أن بعض العلماء كيتجاهلوا الاعتماد على الله. واستشهد مثال إينشتاين باش يوضح تواضعه قدام غموض الكون. كخلاصة الكاتب كيحث على ضرورة الامتنان وشكر الله على نعمه، اللي من بينها نعمة الغذاء وأهمية التواضع قدام تعقيدات الكون. سورة الماعون في القرآن الكريم عندها معنى عظيم. إذا خدينا الآية الأولى في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين. سؤال اللي كيطرح راسو هنايا هو شنو المعنى ديال من يكذب بالدين، وشنو هي الأعمال اللي كيديرها؟ المكذب بالدين ماشي هو اللي باغي يقتل الرسول أو اللي يحرف الكتب أو لا يزني أو لا يشفر، ولكن هو اللي كيظلم اليتيم ولا يدعو لمساعدة المسكين. المعنى الحقيقي للدين هو الإحسان والخير ومساعدة الآخرين. كاع هادشي اللي عندنا في الحياة هو قرض مؤقت من عند الله، وخاصنا نخلصوه من خلال ذكر الله والإحسان لخلقه. هذه العبارة اللي ذكرت في هذه الآية فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين تكررت مع بزاف ديال الأقوام اللي تحداو الأنبياء اللي جاو لهم باش يدعوهم للإيمان بالله والتوبة من الذنوب. هاد الأقوام كانوا معاندين ومتكبرين ومغرورين، وما كانوش كيبغيو يعترفوا بذنوبهم ويتوبوا. بلاص ما يقولوا إن كنت صادقا فاجعل الله يهدينا، أو إن كنت صادقا فاجعل الله يغفر لنا، قالوا إن كنت صادقا فاجعل الله يعذبنا. هاد السلوك كيعكس الغرور والكبر وعدم الاستعداد للتوبة والانقياد لإرادة الله، وهادشي كيأكد على ضعف العقل والعقيدة. من جهة أخرى النعم في الدنيا هي ابتلاء من الله لاختبار الإنسان، والشكر والتوبة كيلعبوا دور مهم في تقدير هاد النعم والحفاظ عليها. كيقول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 35 في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإنسان عادة كيعتقد أن الخير هو من فضل الله والشر هو ابتلاء من الله، ولكن الصراحة بجوجهم ابتلاء من عند الله. إلا قارنا مثلا الابتلاء بالغنى والفقر غادي نلقاو أن الفقير كيتختبر في صبره وقدرته على البحث على الرزق بوسائل شرعية، في حين أن الغني كيتختبر في قدرته على شكر الله والعطاء للآخرين والتواضع وعدم الانغماس في الشهوات والذنوب. الابتلاء بالغنى يمكن يكون صعب من الفقر، حيث كاينين مخاطر الإسراف والتبذير والذنوب المحتملة في حياة الغني أكثر من حياة الفقير. من خلال قراءتنا الآية قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كيتبادر للذهن واحد السؤال اللي حير الكثير منا: شنو سبب وجود إبليس؟ وعلاش سمح ليه الله بالبقاء وإغواء بني آدم على الأرض؟ وجود إبليس كيساعد في اختبار حب الإنسان لله وفهمه للدين. الانتصار على إبليس والشهوات يمكن يعزز من محبة الإنسان لله ويخليه يفهم العبادة بشكل أعمق. في نفس السياق نقدر نقول أن الذنب حتى هو عنده دور في حياة الإنسان كيحتاج للذنب باش يبقى متواضع ويذكره بضعفه أمام الله. قال سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كتعبر هذه الآية على الناس اللي كيخليو الهوى هو الإله ديالهم وكيتبعوا ميولات نفوسهم، فين ما داتهم رغباتهم كيمشيو واخا تكون كتعارض القيم والمبادئ. البوصلة ديالو في الحياة هي شهوات ورغبات نفسه بحال البهيمة أعزكم الله. إلا سولتك شكون الإله ديالك وبلا ما تسرع في الإجابة، فكر مزيان وتأمل في السؤال، وباش نعاونك الإله ديالك خاصك تنطبق عليه هاد المعايير. خاص تكون كتحبه، كتستمتع بذكره، كتوحشو وكتبغي ترضيه وما تقلقوش. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية كتبين أن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال ولكن رفضوا يحملوها، ولكن من بعد قبل الإنسان هذه الأمانة وحملها بإرادته. الإنسان هو الوحيد اللي عنده القدرة على الاختيار بين الإيمان والكفر وبين الإصلاح والفساد. هذا الاختيار كيخلي الإنسان مسؤول على أفعاله وقراراته أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه مسؤولية كبيرة. لهذا السبب تسمات هذه الحرية أمانة، وهذا الشيء علاش من الواجب توجيه هذه الحرية في الاختيار نحو ما يرضي الله ونحو الخير. هذه الآية والذين جاهدوا فينا كفيلة بأنها تخليك تناضل وتجاهد قاع الذنوب اللي كترتكبها وخا تكون كترجع لها، وكل ما يأس الإنسان أعادت له هذه الآية الأمل، خصوصا أن الله وعد الذي يجاهد فيه باش يبين له الطريقة للإقلاع على أي ذنب عاجلا أم آجلا. إنسان يستمر فقط في الجهاد حتى يجي الفرج في يوم من الأيام، فكل ذنب أو ضعف أو خلل عنده اليوم اللي غتحرر منه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. التعليقات اللي كتنتقد أو اللي كتحكم على الناس دون رحمة أو تسامح ما كتكونش في صالح سلوك الإنسان المثالي، وكتعكس نوع من العداء والتعصب. الإسلام كيشجع على التسامح والرحمة والشفقة تجاه الناس، وفي حالة وجود هذه التعليقات السلبية من الأفضل تجاهلها والامتناع عن الدخول في نقاشات عقيمة. الآيات اللي ذكرتها كتشير بالفعل إلى أن مهمة الرسول كانت البلاغة فقط بعيدا عن إجبار الناس أو محاسبتهم. كتعكس هذه الآية الفكرة الإسلامية للحرية الشخصية والتحكم الإلهي في الأمور الدينية. أكيد أن التواضع والرحمة والتسامح هي من القيم الهامة في الإسلام، وهذه القيم خص توجه سلوك المسلمين وتفاعلهم مع الآخرين. شعور بالحاجة لله والتواضع أمامه في أوقات النجاح هو جوهري في الإسلام، كيشجع المسلمين باش يكونوا متواضعين وممتنين لله في جميع الأوقات سواء في السراء أو الضراء، حتى يدركون أن جميع النعم والقوة المصدر ديالها هو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يملك شيئا بمفرده وأنه بحاجة دائمة لله. هذه القيم الإسلامية كتعزز الوعي بالتواضع والتقدير للنعم اللي كنحظوا بها، كتذكرنا بأهمية أن نكون شاكرين لله دائما سواء كنا في أوقات رخاء أو الشدة. ويكون القول ديالك ما جاء في الآية: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آية توحي بأن الضلال أصله اتباع للهوى، وأي إنسان كيحاول يحل بمنطق وفلسفة معينة عدم وجود الله قد يكون جذور هذا التحليل اتباع لهوى معين، وخا تبان لك الحجة منطقية. حسب الكاتب اليوم نسبة الإلحاد كتزاد، يعتقد أن أحد الأسباب هي أن المسلمين ما قادرينش على نشر فكر ومنطق قوي كيقارع منطق الملحدين. ملحدو القرن ال21 البعض منهم عباقرة وحججهم قوية ومنطقية على حسب ما كيبان في الظاهر، وهادشي علاش خاص مواجهة هذه الحجج بحجج أقوى منها وماشي مواجهتها بالسب والغضب والعنف. الفكر ما يمكنش تقتلو بقرطاسة، الفكر لا يميته إلا فكر مضاد أقوى منه حجة. شوف القرآن كله نقاش وحوار، القرآن كيذكر حتى حجج الكفار وما كيترددش في هادشي،
باش يرد عليها على الرغم مما فيها من وقاحة أحيانا في القول عن الله. في القصة المعروفة في سورة الكهف سأل موسى عليه السلام علاش أقام العبد الصالح الخضر الجدار في القرية اللي رفضت إطعامهم. رد قائلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهاد القصة كيبان بأن الرجل الصالح غيبقى أثره حتى من بعد موته في البشر اللي غيجيو من بعده. يعني تخيل معايا أن الله عز وجل تفاعل مع جدار وغير من مجرى الكون من أجل رجل صالح مات. كيتقال في بعض الروايات أن الأب ديالهم الصالح كان هو الجد السابع للأولاد. يا الله، الجد السابع مازال أثره في الأرض باقي. هذا أمر كيبشر بالخير للمصلحين والمحسنين، وأمر كيخوف من يسيء العمل. فتخيل أن الإساءة يقدر يمتد أثرها إلى أجيال بعدك، وتشوف هاد الشي في قبرك. وهاد الشي اللي كتشير ليه الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تعميم في الحكم على أهل الكتاب معضلة وكيخالف الواقع والحقيقة. والآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. كتوضح أنهم ماشي بحال كاين منهم موحدون، وراه غالط اللي كيعتقد أن كاع النصارى كيعتقدوا بألوهية المسيح. راه كان عبر الأزمنة قبل الإسلام عدد من القساوسة حاربوا من أجل فكرة بشرية المسيح، من أشهرهم أريوس، وهو قسم من الإسكندرية أصله من ليبيا، وانتقل للشام، وكان معتقد أن الله خلق المسيح من العدم وما يمكنش مساواته بالله سبحانه وتعالى. ومن ضمن رسالته كيقول العبارة الآتية واصفا الله سبحانه وتعالى: هو الذي لم يولد، الآخر، الوحيد، الذي ليس له بداية، الحي الذي لا يموت، الحكيم، الملك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. علاش خصنا نقولوا بسم الله قبل ما نديروا أي حاجة؟ كلمة إلا تأملناها غادي نلقاو أن هدفها تذكيرنا بمكاننا في الكون وسبب وجودنا. الإنسان خليفة الله في الأرض. شنو المعنى ديال هادشي؟ معناه أنه بحال السفير أو الممثل ديال الملك أو رئيس الدولة. السفير في سفارته ملي كيدير شي حاجة كيديرها باسم رئيس الدولة، فما كيخرجش على أوامر هذا الرئيس وتعليماته. كذلك الإنسان هو كالسفير لله على الأرض، فما كيحقش ليه يدير شي حاجة إلا باسم الله وبأمره. والمؤمن كيستشعر أنه سفير الله على الأرض في كل حركة من حركاته. إلا كلا كياكل باسم الله، وإلا نعس كينعس باسم الله، إلى آخره. كيفاش كيأثر الله سبحانه وتعالى في الأحداث الدنيوية؟ كيأثر في الناس بلا ما يكون هذا تعدي على حريتهم في الاختيار. الإجابة جات في آية رائعة حول ما حصل قبل ما تبدأ غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يفسر أحد العلماء هذه الآية فيقول: هنا مثل بليغ للتدخل الإلهي اللطيف الخفي بين المرء وبين قلبه. فالله بغى يحث المسلمين على القتال في بدر، هما قلال 300 غيواجهوا 1000 مقاتل مدججين بالسلاح والدروع. بغى يدفع المسلمين للمعركة بالخاطر بلا ما يبزز عليهم ويكون الاختيار اختيارهم. فيسوق لرسول صلى الله عليه وسلم رؤية كيبان فيها الأعداء قلة قليلة، وساعة المعركة كيخلي كثرة المشركين كتبان المسلمين قلة باش يهون من شأنهم بحال اللي يهون من شأن المسلمين في عينيهم. وبهذا الشيء غادي يستدرج لكل معركة ليقضي أمرا كان في علمه مفعولا. وهذا التيسير اللي كيسوق به الأسباب بلا ما يخل بقانون الحرية اللي قضى به لكل إنسان. بهذه الكلمات كيعطي القرآن المفتاح لأكبر المشكلات استعصاء في الفلسفة: مشكلة الجبر والاختيار. والكافرون هم الظالمون. تكرار الكثير لكلمة كفر وكافر وكفار وكافرين، ومما اشتق منها واللي تعدى 500 مرة. والوعيد الشديد والخلود في النار لهذه الفئة من الناس كيستوجب دراسة وفهم عميق لمعنى هذه الكلمة. علاش؟ أولا باش نفهموا شنو بغى يقصد الله من هذا الوصف ونتجنبوا نكونوا منهم. ثانيا باش نكونوا حذرين من إطلاق هذه الكلمة على الناس بلا ضابط. كلمة كفر في اللغة العربية كتعني تغطية الشيء. إذن شنو المعنى الشرعي اللي كيستوجب يكون مطابق للمعنى اللغوي؟ الكافر شرعا هو اللي كيغطي الحقيقة، ولكن إن حقيقة أن الله واحد لا إله إلا هو، فلا يوصف الكافر بهذا الاسم إلا إذا عرف الحقيقة وحاول عمدا يغطيها. فاللي ما عرفش الحقيقة أصلا ما نقدروش نسميوه كافر، لأنه ما عندوش حقيقة يغطيها. ولكن الكافر بالتوحيد فهو كيغطي هذا التوحيد وكيحاول إخفاؤه على الناس. أما إلا ما كانش كيعرف التوحيد أصلا ما كيتسماش كافر، لأنه ما غطى حتى شي حاجة. كيف ما كتوصفهم الآية: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، فهما أناس بين لهم الهدى
ولا واضح، وهادشي كيعطيه بعد ادق لكلمه كافر، وكيعطيه فهم وكيوضح سبب التشديد الكبير والوعيد الشديد لهاد الفئه من الناس. فهاد الفئه حاولت اخفاء الحقيقه عمدا بعد ان عرفتها. صراحه حنا مقصرين مع القران الكريم وقليل فاش كنقراو، والحياه بلا قران هي حياه بدون سكينه وطمانينه، كما قال سبحانه وتعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب. احمد شقيري اختار لنا جزء صغير من القران وخلانا نتاملوا في المعاني العظيمه ديالو، وهذه خاصها تكون غير بدايتنا مع القران، لان القران الكريم كتاب شامل غادي تلقى فيه الاجابه على كاع الاسئله ديالك. كيفاش تخليه هو الجليس ديالك وتتامل وتتعلم وتبحث في التفاسير باش يوصلك المقصود من كلام الله. وكيف ما كنقول ديما، المعرفه ديال هادشي ما كيعنيش اننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، المعرفه بوحدها ما كافياش، خاص هاد المعرفه تولي اعتقادات راسخه وتولي هي اللي كترسم لنا الطريق في تعاملنا مع الحياه، لان الامر ماشي بهذه البساطه وكيتطلب تدرب ومجاهده. كنتمنى صادقا نكون قدرت نفيدك يا اخي ولو بجزء من الافكار اللي جات في الكتاب وتخليك تحسن من راسك. مازال كيتسنانا افكار ممتعه في هذا الكتاب، داكشي علاش ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس، واللي عجبك المحتوى دعمنا بالاعجاب، لان هذا الشيء لن يضرك يا صديقي الغالي في شيء، في المقابل سيشجعني لبذل المزيد من الجهد لتطوير القناه. والاهم من ذلك ما تنساش تبارطاجي مع الاصدقاء والاحباب باش حتى هما يستافدوا. حتى لهنايا تكون سالت لا دوز ديال اليوم. شكرا على الاصغاء والتركيز ديالك ووقتك الثمين الذي لا يقدر بمال.